تقدري تحوشي 15,000 جنيه من الفلوس الفكة؟ عايزة تعرفي ازاي تحوشي 15,000 جنيه من الفلوس الفكة؟ يبقى الفيديو ده ليكي. 15,000 جنيه سمر من الفلوس الفكة؟ معقول؟ لا، ما هم مش 15 عشان بس برضه ابقى صادقة معاكي، هم 14,600. 14,600 جنيه. يعني طب هنحوشهم لمدة قد ايه؟ هنحوشهم لمدة سنة. دي جمعية ولا ايه؟ جمعية وتحدي. طيب بصي بقى يا حبيبتي، تعالى اقولك على حاجة بسيطة. لو انت كل يوم قدرتي ان انت تشيلي مبلغ معين من غير ما تحسي انك بتعملي حاجة كبيرة، ممكن في الاخر تلاقي نفسك مجمعة مبلغ كبير. طيب المبلغ ده قد ايه؟ انا هقولك. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. وحشتوني جدا جدا، يا اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. عاملين ايه يا بنات؟ النهارده انا جايه لكم بحته فكره جمعيه خطيره مش هتلاقيها عند حد خالص. محدش هيقولك على الافكار دي. انا كل يوم بصي هتني وراكي لحد ما تحوشي، هفضل وراكي كده لحد ما تجمعي وتحوشي ونشوف نتائج باذن الله. عايزه كل بنت نفسها في اي حاجه، كل ست بنت سامعاني ومتابعاني وبتعملي لايك واشتراك في القناه، إيه ما تخليش نفسك في حاجه. انا مش هخلي نفسك في حاجه. انا ما بشتغلش، ما عنديش راس مال، يا دوبك مصاريف بيتي. ما هو من مصاريف بيتك حبيبه قلبي، من مصروفك هخليكي تعملي مبالغ كبيره. احنا بقى عملنا المبالغ الصغيره، نخش على المبالغ الكبيره. المبالغ الكبيره بقى، ما في ناس بتعمل جمعيات كبيره يا بنات، في ناس بتعمل جمعيات ب20,000 وب50,000 وب30,000. فالنهارده انا من فلوس الفكه، من اول 10 جنيه و20 جنيه و30 جنيه و50 جنيه و40 جنيه، كل الفئات. يعني انا ما قلتلكيش لا حطي 400 ولا حطي 1000 ولا حطي 500 كل اسبوع ولا كل شهر حتى ولا كل يوم. فانا حطالك الفلوس اللي هي المتاحه في ايدينا، فلوس المتاحه في ايدينا. اعتبر الفيديو ده كده قاعده بيني وبينك، وانت قاعده معايا كده ونشرب كوبايه شاي ونتكلم عن الفلوس. بنتكلم براحتنا في البيت يعني، ومش هقولك كلام مثالي. يعني مش هقولك هاتي 10 او 20 او 40 وايه وازاي نخليهم المبلغ ده يكبر. يعني ازاي نخلي ال40 او ال20 او ال30 مبلغ كبير. ماشي؟ بصي بقى، انا مش عايزاكي تروحي تعملي ضغط على الميزانيه بتاعتك او ميزانيه بيتك عشان نحوش او عشان ندبر او عشان نوفر. لا، مفيش الكلام ده. لا انا ولا اقول لك امنعي ابنك عن حاجه اساسيه ولا قصري في اكل بيتك. لا، احنا عايزين نطلع مبلغ من الحاجات المهدوره. ايه الحاجات بقى المهدوره دي يا سمر؟ يعني مثلا لو انا كنت كل يوم بشتري حاجه صغيره، يعني مثلا إيه، انزلي يا واد هات لنا كيس شيبسي، انزلي يا واد هات لنا ب10 جنيه لب، انزلي يا واد هات لنا سندوتش كبده. ماشي؟ وحاجات احنا مش واخدين بالنا منها بتتكرر. جربي كده تراقبي نفسك كل اسبوع، هتتفاجئي. ممكن تلاقي 10 جنيه هنا، 15 جنيه هناك، و20 جنيه مش عارفه باقي مواصلات وعملتوا بيهم ايه ومش ضروريين اصلا ومش فاكراهم. وفي الاخر هتلاقي نفسك معاكي 40 50 جنيه او 10 جنيه فايضه عليكي كل يوم. التحدي بتاعنا النهارده يا بنات باليوم، وفي نفس الوقت هنقبضه على 12 شهر. طب انا عايزه اعمله مثلا على 5 شهور، عايزه اعمله على 6 شهور. المده دي انت اللي بتحدديها، مش انا اللي بحددها لك. انا بديك الفكره وانت اللي بتحددي المده. انا ما اعرفش انت هتكملي. انا اتمنى ان انت تكملي التحدي لحد ما انا عامله لك على سنه، فاتمنى ان انت تكملي التحدي لحد ما يعدي سنه عشان تلاقي المبلغ اللي انت عايزاه، عشان تلاقي المبلغ اللي انا بكلمك فيه. طيب النهارده المبلغ بتاعنا كام يا سمر اللي انت بتتكلمي فيه؟ هقول لك انا اهو، هقول لك اصبري عليا. بصي انا جايبه لك الاقلام بتاعتي، واخداها من ورا العيال اصلا يعني. من ساعتها عماله اتحايل عليهم عشان يدوني قلم. هما بياخدوا اقلام، يعني انا معايا اقلام بس هما بياخدوه. جبت بقى الكشكول بتاعنا اللي ما نقدرش نستغنى عنه كل فيديو. هات الكشكول بتاعك وتعالي اقعدي معايا بقى كده نتكلم شويه ونفضفض يا اختي، ونتكلم عن التحويش وعن التوفير. يعني ما بتتكلميش في حاجه يعني احنا كده ايه بنتكلم، بكلمك عن حاجه لنفسك، امان لنفسك. المبلغ المطلوب منك النهارده يا اختي كام عشان نبدا التحدي بتاعنا؟ المبلغ المطلوب منك النهارده 40 جنيه. 40 جنيه؟ ايوه. طب انا معيش ال40 جنيه. ماشي، معيش ال40 جنيه، خليهم 20. معيش 20، خليهم 10 جنيه. مفيش ابسط من كده. يعني انا هعمل معاكي بقى عشان تحويش اكتر من كده. طيب
احنا ال 40 جنيه معانا اهم. هتعملي ايه بقى؟ انا عايزه ال 40 جنيه منك كل يوم، كل يوم برطمان، حصاله، ظرف. انا عايزه ال 40 جنيه منك ملزومه بيهم كل يوم. اعتبرين انا اللي بلم الجمعيه. انا عايزه 40 جنيه منك كل يوم تجيبهم. طب انا ما قلتش غير 10 جنيه، ما اعرفش احوش غير 20 جنيه. ما انا اديتك كذا فئه كذا حاجه، يعني تحوشي منها 10 20 30 40. انا ماليش دعوه بالنتيجه اللي هتطلع. انا لو قلت لك 40 جنيه التحدي اللي انا بادئه بيه النهارده، فانا عارفه نتيجته كام. ماشي، ف 40 اهو. بصي بقى 40 اهو، ال 40 ده اهو في 30 اللي هم بتوع الشهر. انت تبدأ من اول الشهر يبقى معاكي 1200 جنيه. حولتلك ال 40 جنيه ل 1200 جنيه. استايل لايك ولا لا؟ لا، استايل لايك، لازم لايك. طيب احنا لو ضربنا يا سمر ال 40 جنيه دول في 365 يوم، 40 جنيه في 365 يوم، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، هيبقى معانا كام؟ 14600 جنيه. ركزي معايا يا بط، هيبقى معاكي كام؟ 14600 جنيه. يعني ده بالنسبة لي مبلغ كبير، والله العظيم مبلغ كبير جدا. ماشي، ايه بقى اللي بيوقعنا؟ انا قلت لك لما بتعملي جمعيه مع حد، مع اي واحده بقى، صاحبتك، جارتك، قريبتك، اختك، والله بتبقى ملتزمه زي الساعه. 40 جنيه يعني 40 جنيه. ال 100 جنيه تبقى متوفره اخر الاسبوع، ما تعرفيش انت بتدورها ازاي. تمام؟ ليه؟ لان انت، انا مثلا لما بقى داخله جمعيه، لو قالت لي ال 1000 جنيه و15 بديلها ال 1000 جنيه و15، حتى لو مش هاكل واشرب انا بديلها ال 1000 جنيه و15، ما اقدرش اتاخر عليها. فانت كده ما بتعمليش كده مع نفسك ليه؟ انت اولى ان انت تعملي كده مع نفسك، اولى ان انت تلتزمي مع نفسك، اولى ان انت تستمري مع نفسك. طب انا جمعت يا سمر ال 40 جنيه، ماشي، انت ما تقوليش. احنا دايما الغلطه اللي بنقع فيها عشان تبقوا عارفين ان احنا بنقول انا معيش فلوس عشان احوش، طب هبدا بكره، طب هبدا بعده. لا، ما تبدايش بكره ولا بعد، ابداي دلوقتي. يلا، لو معاك 40 جنيه حطهم في الحصاله، حطهم في برطمان، وارجوكي ارجوكي انسيهم. طيب انا عملت ورقه، مسكت ورقه كده وعملت فيهم كل معايا الدفتر بتاعي. فبتعملي ايه؟ بتعملي خانات اهي، هعملها لكم اهي، خانه كده اهي، شايفين؟ واجي اول يوم معلم، تاني يوم معلم، تالت يوم معلم. ماشي، ما تروحيش بقى تفتحي الحصاله وكل يوم تقعدي تعدي لي فيها كام. طيب في حاجه تانية بتوقعنا يعني في الموضوع ده، ان احنا الحصاله ما بتنجحش معانا. انا النهارده حوشت، قعدت احوش لمده اسبوع بحط ال 40 جنيه كل يوم، وبصيت لقيت معايا 280 جنيه. فاخد 20 وبعدين اخد 30 وبعدين اخد 40 وارجع اقول لنفسي مش انا اللي محوشاهم؟ يعني انت اللي محوشاهم؟ انت محوشاهم عشان تاخديهم يعني؟ لا، انت محوشاهم عشان تكملي في التحدي، انت محوشاهم عشان توصلي ل 14600 جنيه. طب انا هحط 20 جنيه وهلتزم لمده سنه، هيبقى معايا كام؟ اقول لك انا هيبقى معاكي كام، هقسمها لك. هيبقى معاكي نص ال 14600 اللي هم كام؟ اللي هم 7300، اللي هم 7300 7300 بعد سنه، يعني ممكن يجيبوا لي جرام ذهب عيار 24. شفتي بقى؟ طيب ممكن يسدلوا جزء من دين كان عليا، ممكن يصادف معايا رمضان، ممكن يصادف معايا العيد، ممكن يصادف معايا ظروف دخول المدارس، ممكن يبقى ده اصلا عندك صندوق طوارئ. يعني انت من غير ما تفكري ان هو جمعيه او مش جمعيه، لا انت عندك اصلا صندوق طوارئ. ماشي، المشكله يا بنات ان احنا مش متعودين. انت مثلا جه عليكي يوم في التحدي ما قدرتيش تحطي فيه 40 جنيه، لا انا فاشله، انا فاشله، ما قدرتش احوش، انا ما قدرتش اوفر. يا ستي ما هي جارتك هي حوشت ووفرت ودبرت وجابت ذهب ودخلت جمعيات وجهزت بنتها وما شاء الله ربنا يعني فتحها عليها وعملت مشروع، جمعت مبلغ وعملت مشروع ودخلت مش عارفه في مشروع تاني وكبرت مشروعها وكبرت راس مالها واشتغلت يعني ايه ما بتفكريش تعملي مشروع مثلا؟ يعني ما بتفكريش تجمعي مبلغ زي ده وتعملي مشروع من بيتك؟ يعني الفيديو بتاع المشاريع اللي انا قلت لكم عليه انتوا ما شفتوش خالص. طب انا عايزه راس مال عشان افتح مشروع اهو. طب اشتغل عشان تحسني من دخلك، لا معيش فلوس. طب فكري تحوشي من دخلك عشان يبقى معاكي فلوس وتشتغلي، لا. طب اعمل لك ايه بقى؟ اعمل لك ايه؟ مسهله عليكي الدنيا خالص اهو، جايبه لك تحدي ب 40 جنيه وب 20 جنيه وب 10 جنيه. طيب انا لو حطيت يا ست سمر 10 جنيه كل يوم لمده
السنه هيبقى معايا مبلغ حلو. هيبقى معاكي مبلغ حلو، هيبقى معاكي حوالي 3000 واللي كان اهو حوالي 3000 وكام يا ولاد، 3.5 3800، حوالي 3800 جنيه من 10 جنيه، من 10 جنيه. شفت بقى؟ يعني 10 جنيه انت اصلا والله بتروح في، يعني ال 10 جنيه ديت ما بتجيبش ايس كريم دلوقتي، ما بتجيبش كيلو لبن. اقول ايه؟ اقول لك ايه بس؟ فبعدين انا قلت لك احنا قاعدين بنتكلم بنفضفض مع بعض. اكتبي لي بقى في الكومنتات تحت، انا هبدا معاكي التحدي، وعايزاكي ترجعي للفيديو كل اسبوع كل شهر وتشوفي مين اللي دخلت وكتبت معايا في التعليقات تحت لما بدات معاكي التحدي، ونيجي بعد سنه ان شاء الله باذن الله، ربنا يدينا العمر يا رب ويبارك في صحتنا، واقول لك عملت ايه في التحدي اللي كان كذا بتاريخ كذا. واعمل لك بقى يا ستي مكافاه. ايه رايك؟ يعني اللي تبقى جدعه وتعمل التحدي ده هعمل لها مكافاه وابعتها لها. يعني لو كان عنوانك في مصر يعني لو بره مصر ابعتي لي انت بقى المكافاه. ماشي؟ ف مشكلتك مش انك مش قله فلوس، مشكلتك قله افكار، قله التزام، قله استمرار، قله اراده. مش هسيبلك حجه، مش هسيبلك حجه خلاص. خلاص في العيال بتكبر، لو انت ربنا كرمك ومعاكي عيال، فعيالك في الابتدائي بكره هيبقوا في الاعدادي محتاجين فلوس. اسالي اختك والله محتاجين فلوس، الثانوي محتاجين فلوس، الجامعه محتاجين فلوس. لما ابنك مثلا يجيب مجموع قليل وحابه تدخليه مثلا طب هندسه وانت معكيش لا ابيض ولا اسود، مش عارف اصلا الوقت يعني هيتسند على مين. ما هو انت بتعملي احنا عايشين ليه؟ احنا عايشين عشانهم، يعني احنا عايشين عشانهم، فانت عايشه عشانهم تبداي تفكري وتشغلي دماغك. محدش هيشجعك غير نفسك، محدش هيقولك اعملي غير نفسك، محدش هيدور عليك وعلى عيالك غير نفسك، محدش هيديرلك حياتك غيرك انتي، محدش هيقولك فوقي بقى كده واصحي وتعالي يلا، والموضوع ده محتاج ان انت تركزي فيه، موضوع التحويش والتوفير، وان انت تشوفي ترتبي اولوياتك، وان انت تلتزمي. هنقع في النص ده طبيعي. ماشي؟ على فكره كلمه فاشل مش كلمه وحشه، فاشل كلمه حلوه، لان كل ما بتفشلي كل ما بتحاولي اكتر. طب في ناس بتوصل، يعني في ناس بتوصل، في ناس بتوصل، انت مش زيهم ليه؟ اوصلي، اوصلي باللي في ايديكي لحد ما ربنا يكرمك ويوسع عليك وتخلصي ديونك وتخلصي اقساطك وتخلصي جمعياتك وتبداي تعملي مشروعك اللي انت نفسك فيه. يعني كل واحده فينا بتحب يا بنات في مشروع في دماغها. يعني انا مثلا حبيت المشروع بتاع الميك اب ده جدا، انا حبيته. ممكن انت في واحده تانية تحب الاكل، في واحده تانية تحب تفتح لبس، في واحده يعني اصحاب البراندات دول يعني ما هيش هم شغفهم وحبهم في الحاجه ديت فابدعوا فيها زي ما بيقولوا. فانا عايزاكي انت كمان تبدعي في حاجه. يعني مثلا حب التحويش والتوفير ده خليها كلعبه يا ستي، كلعبه. بصي ساعات بيبقى في غيره حلوه. يعني مثلا واحد طالب يغير من صاحبه المجتهد فيعمل زيه، يغير من صاحبه المجتهد فيعمل زيه فيبقى شاطر. واحد يحفظ القرآن فيروح يحفظ زيه. فانت كمان لو صاحبتك مثلا لابسه دهب لابسه بتاع، انت مش غيره بقولك حقيقة عليها يعني، لا انا بقولك ان انت في غيره كويسه، ان انت عايزه تبقي احسن، عايزه تغيري من حياتك. حاولي يعني الفيديو التحدي بتاع التحويش ده كل يوم بتاخدي فيه كام من 10. يعني انا مثلا التحدي بتاع التوفير ده الاسبوع ده كله 7 ايام انا حطيت 280 جنيه. خدت كام من 10؟ خدت، طب انا ما حطيتش الا في الاسبوع ده نصهم، طب خدت كده انت خدت 5 من 10. انت اعملي ان انت مدرسه نفسك، ان انت بتوجهي نفسك على الصح مش بتوجهي نفسك على الغلط. فالنهارده انا هتخش قناتي فانت هتلاقي ان انا عامله التحديات ديت لا من دماغي، والله من دماغي ما شغلت دماغي. لو ببص على قناه هي عامله تحدي ايه، ولا بص على قناه هي واخده فكره ايه، لا ما باخدش افكار من حد وما يعني بصي مع نفسي، لان انا جربت ان ازاي انت ميبقاش معاكي فلوس، وازاي ان انت تيجي اخر الشهر مش عارفه تديري ميزانيتك، مش عارفه. وانا كان نفسي حد يقول لي اعملي ميزانيه، وفري، حوشي، هتيجي بعد 15 سنه ولا 20 سنه يعني هتفتكري الكلام ده وتقولي الحمد لله ان انا عملت كده، والحمد لله ان انا ما شاء الله وصلت للرقم ده. اللي هو بصي لو رقم قليل، رقم، ما هي الجبل ده اصلا حبه رمل على حبه رمل، فاهمه؟ حبه حبه بتعملي جبل. فانت ما شاء الله بصي اللي معاها فلوس، اي واحده ست بنت معاها فلوس، مش هقولك بنت راجل او ست، بتبقى النفسيه مرتاحه.
بيبان في وشك، بيبان في هشرتك، بيبان في طريقه كلامك، بيبان في اي حاجه، بتبقي نفسيتك مرتاحه. صدقيني والله، محدش هيقولك الكلام ده، محدش هيشجعك الكلام ده على نفسك. بنمر باوقات صعبه، بنمر باوقات صعبه، وساعات بنبقى محتاجين الفلوس ديت. وساعات لو ركزنا شويه في ميزانيتنا يا ولاد هنلاقي ان احنا ممكن توفري 100 جنيه في اليوم. مش هتوفري 40 بس، لا ده انت هتوفري 100، هتوفري 100 على طول، وهتوفري 200 وهتوفري 50، وربنا يوسع عليكي ويوسع علينا يا رب. وما تنسوش دعوه حلوه ليا في الكومنتات، واشتراك ولايك لاختكم. ولو اختك او بنت عمك او بنت خالك او قريبتك او صاحبتك عايزه تحوش وتدبر وتوفر، اتدلع على الخير كفاعله. ما تنسيش تبعتي لها الفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وتحدي جديد. مع السلامه.